وبتجمع كل التفاصيل حوالين أخ قتل أخته عشان رفضت تشتري له سجاير. ست في الأربعينات من عمرها ماتت متعذبة ومربوطة بحبل في بيتها، مش في الشارع ولا في حتة مهجورة، مش على إيد مجرم غريب، لأ، ده على إيد أخوها. كم واحدة زيها لسه عايشة في بيت زي ده؟ كم ست بتسكت عشان ما ينفعش تتكلم على أخوها؟ كم روح اتكسرت جوا بيتها عشان الأخ هو اللي في إيده السلطة وزمام الأمور؟ اللي حصل دي جريمة، بس الأخطر منه إنه مش أول مرة نسمع عن جريمة بالشكل ده، ويمكن ما تكونش الأخيرة، بس دي مش النهاية، لأن النيابة لسه بتحقق وبتجمع الأدلة، وكل تفصيلة بتطلع من الطب الشرعي بتقلب الجريمة من مشاجرة عائلية لقتل مع سبق الإصرار. اللي اتكتب في تقرير الطب الشرعي ما كانش بس وصف الموت، ده كان شهادة على حياة كاملة من الألم والمعاناة.